هل الام 55 بعد السعر الجديد بقى صفقة الموسم؟ بالنسبة لجهاز بمعالج فئة متوسطة عليا وشاشة يعتبر الأعلى في كل الفئات مش الفئة بتاعته بس، وقدرة شحن 45 واط وحاليا تمنه 15,000 جنيه، ده أنسب موبايل تشتريه في 2025. والله بص، احنا هنتكلم جزء جزء وخلينا نبدأ بالمعالج. هو سناب دراجون 7 جين 1 بمعمارية تصنيع 4 نانومتر. المعالج ده معالج 8 نواة، الأنوية بتاعته واحدة للشغل التقيل، 3 للشغل المتوسط، و4 للشغل الخفيف. بيجي معالج رسوميات أدرينو 644، وده يخلينا نصور على 4K، والإمكانيات دي هتخلي الموبايل سلس جدا خصوصا في المهمات الكبيرة أو اللي بتحتاج شغل تقيل. أول ما تفتح العلبة هينزل لك الأندرويد 15 مع الواجهة الأخيرة لسامسونج. بالنسبة للشاشة فهي يعتبر من أفضل الشاشات في أي موبايل عموما أيا كان النوع، لأن الشاشة دي بتاعي سوبر أموليد بلس 6.7 إنش فول اتش دي بلس 120 هرتز، وسطوع بيوصل ل 1000 نتس مع كثافة بكسلات 393 بكسل بير إنش، وبتدعم 16 مليون لون. الشاشة بالإمكانيات دي هتديك تجربة ممتازة أيا كان نوع المحتوى اللي بتتفرج عليه، هتحس إنك مستمتع وأنت بتتفرج، خصوصا إن الموبايل بسماعة ستيريو فده هينقل تجربة المشاهدة في حتة تاني. بالنسبة للكاميرات فبص، هكون صريح معاك من الآخر، الكاميرا بتاعته أقل من ال A36 وممكن تكون قريبة من ال A26. هي أعلى في الأرقام بس ده كلام على ورق، لكن في الواقع يعني بص، هي هتديك صورة حلوة خصوصا إن فيها مثبت بصري وبتصور 4K على 30 فريم، لكن مش الأفضل في السعر ده، وفي منافسين أقل منها في السعر وأفضل منها في الإمكانيات. والكاميرا هنا بتجي بدقة 50 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية اللي هي الوايد، مع مثبت بصري بفتحة عدسة 1.8، 8 ميجا بكسل للألترا وايد بفتحة عدسة 2.2، و5 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو بفتحة عدسة 2.4. الكاميرات طبعا بتدعم ال HDR ووضع التصوير الليلي وأوضاع تانية. أما الكاميرا الأمامية بتجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي صور متصورة بالموبايل. يفضل إنك ترفع جودة الفيديو عشان تشوف كويس. هي الصور كويسة وكل حاجة، هي مش أحسن حاجة لكنها برضو مقبولة في السعر ده، لكنها طبعا يعني مش هتكون أفضل من ال A36. نروح لنقطة مهمة بعد كده، وهي البطارية واللي بتيجي بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم قدرة شحن 45 واط. ونرجع نقول الأرقام مش كل حاجة، لأن البطارية فعليا هتديك يوم واحد من الاستخدام، مش هتكمل بيها أكتر من يوم. وخلي بالك إن مفيش شاحن في العلبة، فهتشتري شاحن جديد 45 واط. بالنسبة بقى للكماليات في الموبايل ده 5G، بيدعم شريحتين اتصال ومايك ثانوي لعزل الضوضاء. الموبايل خامته من البلاستيك القوي ومتوفر منه اللون الأسود والأخضر، وبيدعم الدولبي أتموس. كل السنسورات الموجودة فيه حقيقية، مفيش ولا سنسور سوفت وير، لكن مفهوش مدخل 3.5 ملي ولا راديو FM. العيوب بالنسبة لي إن الموبايل أول حاجة الخامات من البلاستيك، الكاميرا جودتها مش أقوى حاجة في الرينج ده، سرعة البصمة كعادة الفئة دي برضو مش أسرع حاجة، مفيش مدخل سماعة 3.5 ملي، مفيش عدسة تليفوتو، مفيش مقاومة للمية، وأخيرا مفيش راس شاحن في العلبة. بالنسبة للمميزات فأولا المعالج بتاعه أكتر من ممتاز خصوصا بعد ما السعر نزل. تاني حاجة شاشته من أفضل الشاشات في أي موبايل. تالت حاجة إن سعره بقى مخليه من أفضل الاختيارات لأي حد في الفئة دي. رابع حاجة أداء البطارية جيد في الظروف العادية. خامس حاجة كعادة سامسونج إن هي بتدي تحديثات أندرويد كتيرة، فهو بيجي بأربع سنوات تحديثات أندرويد مع 5 سنوات تحديثات أمنية. وآخر حاجة إنه بيجي بضمان سنة كاملة. في النهاية برشح الموبايل ده لأي حد عايز موبايل في رينج 15,000 جنيه. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك عشان تتابع الجديد أول بأول.